في الزمن ده محدش هيرحمك، محدش هيحس بيك، لان اصلا مفيش حد قلبه عليك غير ابوك وامك. فخد بالك منهم وبرهم على قد ما تقدر، لان في الزمن ده هتلاقي ملايين من الناس بتتكلم بالدين كويس جدا جدا وهما ما بيعملوش بيه. واكبر مثال على ده انهم بيحتفلوا بمولد النبي وهما ما يعرفوش عنه حاجه. مين زوجاته، مين بناته، مين ابوه، مين امه، مين جده، ما يعرفوش. لان للاسف الدنيا الحلو فيها اتشال، اتنزع، مبقاش فيها خير. فانت ايه اللي مخليك بايع على الدنيا قوي؟ مش معنى كده انك ما تتفائلش، لا اتفائل، بس على قدك، على قد طموحك، على قد حياتك انت بس. لكن بالنسبه للدنيا كبر دماغك، اهتم باخرتك ودنيتك انساها. وفي حديث مهم جدا بيتكلم عن النقطه دي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه ولما شمله واتته الدنيا وهي راغمه. يعني من كانت الجنه كل اهتمامه جعل الله غناه في قلبه، مهما كان معهوش فلوس هيحس ان هو غني. ولما شمله يعني الناس اللي بيحبهم هيكونوا دايما حواليه. واتته الدنيا وهي راغمه، يعني الدنيا بكل ما فيها حلو جت لغايه عنده. ده من كانت الاخره همه، اللي الجنه كل اهتماماته. طب تعالوا بقى نشوف من كانت الدنيا همه جعل الله الفقر بين عينيه. يعني ايه؟ يعني مهما جمع من فلوس مش هشوف غير الفقر وبس. مش بتلاقي ناس كده بتقول انا بجيب فلوس كتير قد كده ومع ذلك ما بلاقيش فلوس؟ وفرق شمله، يعني الناس اللي بيحبهم اللي حواليه هيبعدهم عنه. ولم يأخذ من الدنيا سوى ما قدر له، يعني مش هياخد من الدنيا غير المقدر ليه وبس. لذلك اهتم بآخرتك واهتم بجنتك، اسعى ليها على قد ما تقدر. واعرف النبي كويس، ما تعتمدش على حد في الحياة ولا تثق في حد غير ابوك وامك واخواتك والصحبة الصالحة وبس. سلام.